السلام عليكم، مرحبا بكم بسهلة. بغيت نشارك معكم اليوم هاي الطارت اللي جات أكثر من رائعة، إن شاء الله عليه تعجبكم وسهلة ما شاء الله، سهلة التحضير. المهم أول شيء بودكاست ديال الدقيق، ودرت 3 كواتشة ديال السكر. السكر على حسب الذوق، بغيتيه حلو ورغد تزيدي، بغيتيه أقل مسوسارات نقصي. وخمرة بيضة فاني، ودرت يعني راس كتشارة ديال خمارة حمراء. المهم كان وشوية من الملح. وبعد ما خلطت النواشف كنضيف لهم الزبدة، وكنجمع يعني كنجمع العجين بهذيك الزبدة، وكنزيد بيضة. المهم كنجمع الخليط كامل. المهم انا تجمع لي، المهم الا ما تجمع لك كل شيء كتزيدي كتشارة ديال الحليب. المهم حاولي انك ما تعجنيها، غير خليها جمعيها بحال هكا بيدك وصافي. المهم كيف شفتو درتها في الثلاجة، خليتها ترتاح. بعد ما ارتاحت قرصتها ودرتها في المول اللي غنديرها فيه. المهم نتوما قرصوها على سطح العمل، ولا على شي سرباية، ولا على شي طبسيل، ولا شي هي الاولى عا باش ديروها في المول اللي ديروها فيه. ودرتها في الفران الين طابت. شوفوا تبارك الله الشكل بحالها، شو اللون ما شاء الله زوين. المهم بالنسبة للكريمة درت كاسين ديال الحليب و3 كواتشر ديال الكريم باتيسير، وتقدروا ديروا بلدو النشا يعني شاسيتين ديال الشكلاطه عبرة، ولا كان عندكم ديال العبار ديروا كوتشارتين. المهم درت السكر على حسب الذوق، انا درت 3 كواتشر ديال السكر، نتوما ديروا اقل ولا زيدوا عليه. المهم خلطت داكشي على البارد ودرتهم على النار، الين اختار الخليط. وبعد ما طاب درت كتشار ديال الزبده، وزدت الدانون ديال الشكلاط، وزدت لهم لي الشكلاط مربعات. او شوف بعد ما وجدت معايا الصوص، كبيته على الطرط ديالي، وقطعت البنان دوائر، وكبيت لي شويه من عصير الحامض باش ما يكحل، وستفته. وتقدروا تعدلوا اي نوع من الفواكه كان عندكم موجود، ما هي مشكله. غير انا بعد نفضلها بالبنان، البنان كتجي واعره. جربوه ان شاء الله ليتنال اعجابكم، وجات صراحه زوينه. وبالصحه والراحه، وني بيكم لا تنساو الاعجاب بالفيديو، ومرحبا وسهلا وسهلا.